هذه المنطقة تعتبر من تاريخه منطقة عمليات عسكرية، هكذا نشر الجيش العربي السوري على المنطقة المعلمة بالأحمر اللي شايفينها أمامي، بيري قواص ودير حافر ومسكنة. هذه المناطق غرب شرق الفرات، ولا تزال تسيطر عليها ميليشيات وعصابات قسد. طبعا بعد أن تم دحرهم من حلب، الآن بدأوا يتحشدون طبعا. قسد كل إنسان كان عدو للشعب أيام الثورة، من أتباع الفأر الهارب إلى موسكو، ومن أتباع الهجري، ومن حتى من إيران ومن العراق، وجميع الانفصاليين تجمعوا مع قسد تحت هذا اللواء وتحت هذه الراية. فالآن يحشدون أنفسهم في منطقة دير حافر، والفيديوهات لا تخفى على أحد. فأتى تحذير شديد اللهجة من قيادة الجيش بأن هذه المنطقة المعلمة بالأحمر تعتبر منطقة عسكريات من تاريخه، أي من لحظة صدور هذه الخريطة، أي من قبل ساعة. الأهالي عليهم الابتعاد عن مناطق قسد وعن المناطق العسكرية حتى لا يتم اتخاذهم دروع بشرية، فعليهم أن يخرجوا من هذه المناطق. وعلى قسد أو قسد تنسحب إلى شرق الفرات، لا تبقى غرب الفرات هي وعصاباتها، وإلا ستكون هذه المنطقة نار عليهم تبلعهم، ولن تبقى ولن تذر منهم أحد. فهذه المنطقة كما شاهدنا بالشيخ مقصود الأشرفي أحياء ضخمة جدا، ليست بنايتين وحيين، أحياء ضخمة جدا كبيرة. كانوا يخططوا أنه يدخلوا بمعركة حرب شوارع مع الجيش السوري لمدة 2 و3 وربما يتمنون كانوا أن يحصل فيها تجاوزات، والتجاوزات راح تكون من طرفهم باتجاه بخصوص أهلنا المدنيين، حتى يخلقوا مظلومية ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن اتفاجئوا أنه خلال أيام قليلة، خلال يومين، تم تحرير هذه الحيين. طبعا استمرت 5 أيام، الأيام 3 أو 3.5 أيام الباقية كانت يا عيني يا حبيبي يا روحي يا قلبي اطلع سلم، أو لو لم يكن هذا الحديث موجود لكانت خلال يوم ونصف الحيين عن بكرة أبيها خالصة من تلك العصابة. فهذا الحيين اليوم بفضل الله تمت تحريرهم، وبدأت أجهزة الدولة تدخل إليها، بدأ الدفاع المدني، بلشوا يصلحوا الكهرباء، بلشوا يصلحوا الماء للطرقات، أي شيء يعني يتصلح بشكل عاجل بدأت الدولة وأجهزة الدولة تقوم به. ولذلك دير حافر، مسكنة، بياري قواص بإذن الله خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة ستكون خضراء، تنضم إلى باقي أخواتها من المناطق الخضراء. وشرق الفرات إن شاء الله سيكون قاب قوسين أو أدنى خلال أيام أو أسابيع قليلة بإذن الله. ستكون المناطق العسكرية التي سيتم تحديدها من قبل وزارة الدفاع كما شهدنا: منطقة الرقة، ريفها، الطبقة، ريف دير الزور، منطقة وقرية. وبإذن الله لن يطول الأمر حتى يتم تحرير كامل الجغرافيا السورية. أما منطقة